الإخوان السلام عليكم. قبل أمس الأمهات ديال دوك المغربيات اللي تعتقلوا في السعودية خرجوا في مظاهرات أمام وزارة الخارجية المغربية كيطالبوا بترحيل بناتهم إلى المغرب، ولهذا حبيت أنني نتطرق لهذا الموضوع هذا ونوضح فيه بعض النقاط حسب الاستطاعة ديالي. فنخليكم مع الفيديو ونرجعوا نعلقوا عليه. هاد الوقفه ديالنا اليوم هنا في الوزاره ديال الخارجيه على قبل بنياتنا محكومين شي 8 سنين 5 سنين 4 سنين عامين ظلما ما كاينش علاش هادشي بزاف. حنا بغينا بناتنا يترحلوا، حنا بغينا بناتنا يجيو حدانا يكونوا حدانا، حتى الاحكام اللي دوزو هما حدانا ماشي مشكل، غادي شويه نتقبلوها. ايوا كنطلبوا الملك ديالنا يشوف من هاد البنيات ويطرحلوا لنا بنياتنا. هذا الشيء اللي بغينا حنايا. في الديور دخلوا عليهم ديورهم، راه هما راه تما خدامين، هما راه دخلوا عليهم في الدار، ماشي كانوا في شي بلاصه، راه في ديورهم. كاين اللي في السانسور تشدوها، راه ما كاينش شي حاجه اللي تقول الدريات راه في ديورهم، تشدوا من ديورهم، جالسين في ديورهم دخلوا عليهم. كتقول لك بنتي راه باغا تجي في حالها، راه باغا تجي لبلادهم، ما بغاش تبقى. واش الدريات 5 سنين و4 سنين ساهله؟ ما ساهلاش. اولا وقبل كل شيء، احنا كبشر ما منزهينش عن الخطا، كلنا معرضين اننا نخطئوا، ما كاين حتى شي واحد فينا انه منزه عن الخطا، كل شيء ممكن يغلط. بالحق حنا كنعرفوا طريق الخطا وطريق الصواب، طريق الشر وطريق الخير، هادشي كنا تنعرفوه، وانما فين ما حطيتي راسك تلقى راسك. ولهذا حبيت انني نقول للامهات ديال هاد المعتقلات، كيف ما تيقول واحد المثل مغربي، ما دير يدك في غيران ما يعضوك حنوشه. واللي خصكم تعرفوه بان السعوديه راه مقيم فيها حوالي 60,000 ديال المغاربه ما بين رجال ونساء. كاين اللي مقيم فيها 50 سنه 40 سنه 30 سنه 20 سنه 10 سنين، وكل واحد وداك الشيء اللي قسم ليه الله. وفي هادو اللي كتشوفوا في هاد المغاربه كاملين، راه كاين اللي ما عمر الشرطه وقفوه باش انكم تخرجوا تقولوا لا دخلوا عليهم للديور، وكاين اللي شدوها ما عرفت فين وما نعرف فين وبناتنا مظلومات. لا، مادام بناتكم تعتقلوا الا وراهم دايرين شي حاجه، راه ماشي البوليس غادي يجيو يعتقلوك غير هكاك، راه ماشي اي واحد دابا تيجيو يعتقلوه البوليس بانت لهم فيه غيعتقلوه حيت مثلا مغربي. لا، ما كاينش هادشي. درتي شي حاجه راه كيتابعوك، راه كاينين معلومات عليك بانك كدير شي حاجه ماشي هي هذيك، راه ماشي كيجيو يشدوك غير هكاك. باش انكم هاد الفكره اللي جالسين كتروجوا ليها راه ما كايناش، لا اساس لها من الصحه بانهم مظلومات، ولا راه جاو شدوهم، ولا راه كتصوروا بان مثلا الشرطه في السعوديه راه غير كيدوروا كيعتقلوا في عباد الله. ما كاينش هاد الشيء، وما كاينش في العالم. وماشي حل انكم تخرجوا في مظاهرات امام وزاره الخارجيه، ماشي داك هو الحل، وتجيبوا الاعلام وتجيبوا الصحافه وتجيبوا ما نعرف شنو، راه غير كتزيدوا تشوهوا بناتكم وتشوه. صافي، اللي عطا الله عطاه، ستروا ما قدرتوا تستروا. والطريق الصحيح هي انكم تمشيوا بطرق قانونيه ورسميه، هذه باش غادي تفكوا المشكل ديالكم، ماشي بالمظاهرات. طرق رسميه عبر وزاره الخارجيه، ماشي تخرجوا في مظاهرات. وخير دليل نتوما ملي عارفين راسكم على حق راكم مغطين وجهكم. علاش مغطين وجهكم؟ ماشي غادي نقول لكم راه حيت عارفين بناتكم على خطا، لا، مغطين وجهكم لحقاش كتحشموا على عرضكم. انا ماشي غادي نقول لكم شي حاجه عكس، لا، مغطين وجهكم لانكم كتحشموا على عرضكم، يعني مازال فيكم الخير. ولهذا الطريق اللي سلكتوها راه ماشي صحيحه. بغيتوا شي حاجه كتمشيو بطرق رسميه وقانونيه الا بغيتوا تعالجوا المشكل ديال بناتكم. وراه داك الشيء القانوني راه غادي يديروه معاكم، سواء وزاره الخارجيه ولا السلطات السعوديه. اما باش تخرجوا في مظاهرات راكم كتجيو تشوهوا الصوره ديال بناتكم والصوره ديال المغاربه، كتبغيو كتروج امام العالم بان راه المغاربه او المغربيات هكا دايرين. لا، بالعكس، شحال من وحده كاع شدوا في السعوديه، راه كيف ما قلت راه تقريبا 60,000. شدوا 100، شدوا 50، شدوا 200، راه ما كيمثلوا حتى شي حاجه في المغاربه، كل واحد تيمثل نفسه. وراه حتى شي واحد ما غايجيوش وغادي يظلموا غير هكاك، بانت لهم فيه غيظلموا غير هكاك. الا بناتكم جاو غير البارح وتعتقلوا اليوم، اذا راه كاينه شي حاجه،
كيف ما قلت لكم راه كاين اللي عايش سنين في السعوديه عمر البوليس ما وقفوه. فديروا عقلكم الله يرضي عليكم، ولا بغيتوا شي حاجه سيروا بطرق قانونيه ورسميه، وبعدوا على الاعلام وبعدوا على هاد الشهى هذه. بركه علينا والسلام عليكم.